بسم الله الرحمن الرحيم. أنا النقيب التقي محمد الله الأمين وقرية حي النور الجعلين، عامل قوات الدعم السريع. قوات الدعم السريع الغرة اللي اتجندت من قوات الدعم السريع كلها اتجندت عن طريق الشيخ الطيبة المدني، منا أولاد والبطولة العربية. الدعم السريع الانتهاكات اللي حصلت كلها اغتصاب ونهب ودخول الحرمات في البيوت وقلع عربات وشفشفه زي ما بيقولوا. الغرة شلغات جعلين اتنهبت عرباتها وسرقت ممتلكاتها وسرقت العيش ولحد المحاصيل ولحد التلفونات في البيوت والطوب وسرقت فيها جميع ممتلكاتها وسرق منها ممتلكات بتاع مواطن اسمه الزنكل يوجد له في ربطه غراوة 80 شوال بن وغراوة المخزن حبهان وغراوة البضاعة بما يعادل يعني 18 مليار 19 مليار كلها اتنهبت عن طريق الدعم السريع. الغرة الثانية حي النور الجعلين، حي النور الجعلين دخلوها غراوة 200 نفر سرقوا تلفوناتها وزعزعوا الناس من البيوت وشالوا العربات. الغرة الثانية ومرحي مساعد ومرحي دبارة ومرحي حسن، فيها مواطنين اصابوا بذخيره من النحابه انضربوا بالذخيره، تعوقوا من الدعم السريع انضربوا دقوم بالذخيره. والكمر الجعلين برضه انضربوا فيها 9 انفار بذخيره من الدعم السريع. كله انتهاكات واعراض وسرقه عربات وسرقه محاصيل وارتكازات في الشوارع ونهب للمواطن في الليل والنهار سواء كان جاي من المناقل او خارج المناقل. قفل الطرق المادية للمناقل والطرق الجاية للمناقل. تفتيش عامة النساء، سرقة الموبايلات والعربات سرقتهم، يعني أي حاجة شايلة عيش شايلة عدسية شايلة بصل ولا يجيب حق بوابة. حق بوابة ده ما معروف شنو بس المهم قروش، لو ادانا بسيطة بيقوم والعربية لو عجبته بيسوق بها حاجات. أعتقد يضرب مواطن يقتلوه يرموه يدوا طريقة ما تهمهم بحاجة. في النهاية الدعم السريع يعني هو نهب، هو يعني زي ما بقولوا هو أصلا ما جاي لقضية ولا هو جاي إنها شنو هدفها للمواطن حاجة. هو يعني هو حرامية، هو إنها قصدها تنتهك أعراض الناس تنتهك أعراض البشر تنتهك إنه شنو المواطن ما يعيش في سلام، زعزعة المواطن خوف المواطن عدم أمن المواطن. في اغتصاب اغتصاب كم في قرية المرح اغتصاب فيها، وفي كم من الغرة اغتصبت يعني ويعني الناس خافوا من الفضيحة بيتكلموا. في غرة اغتصبوا عديل وعارفين في ناس من الدعم السريع كانوا بالبيت وبيت الأسر، المواطن ما قادر يتكلم خايف من الفضيحة اللي بيته. يعني هو أصلا ما هو زي ما بيقولوا جاي لهدف، هو كله حرامية وهو تحت اغتصاب، وهو يعني بيقولوا ربنا يسلط علينا إن شاء الله وربنا ينتهي منا نهاية، لأنه أصلا دي ما عمل البشر ولا عمل زول بيعملها إنه كونه جاي لحاجة. أصلا ده ما حد ده المناس بيقولوا إحنا ناس قضية ما ناس قضية، لا بتاع القضية لا بينهب لا بيسرق لا بيقتل. المواطن ما عنده أي زي ما عنده أي حاجة ما عنده أي طلع، المواطن داري يعيش وياكل ويشرب. الناس ما عندهم كلام ده، الناس الأكل بتاع البيوت بخش بيلقوا العدس بياكلوا باقي العدس بيكشفوا المواضيع. عندك رسالة يا كيكة؟ عندي رسالة لكيكة وعندي رسالة للدعم السريع كله. وأنا بقول لكيكة جندت أهلك جندت أولاد أهلك وجبت الأجانب وجبت الليبيين وجبت أولاد الغرب كلهم ضد أهلك. أهلك ما أهلك ناس الشرق بغادي جندتهم ده، نحن كلنا جنوب الجزيرة بجاي ده أهلك. أعراضنا انتهكت أنت عارف، والدعم السريع أنت قاعد ما أنت زاد خايف منه الحالية. بيقول له كيكة قاعد تسمع براك بيقول لك كيكة ده شنو ذاته كيكة لا ما معانا، قاعد تسمع الكلام ده بيسمع النظام في ذاته بيقول لك كيكة ده ما معانا احنا ذاته كيكة ده شنو كيكة ذات السفارة ما مقتنع عندك اصلا ما مقتنع عندك. وكم مرة حصل اشتباك معاهم برضه انت صبرت عينك شنو تقعد. في النهاية الدعم السريع ده والله العظيم حده قريب حده قريب بينتهي والله العظيم. هو هذا الشعب المسلحة وربنا ينصره.
واتمنى من ربنا انه هذا الشعب المسلح ربنا ينصره على هذه الميليشيات المتمرده، لانه الميليشيات جايه من كل تشاق. هي ناس عربي كلام ما بعرف يتكلم، وزول بيشيل المصحف من الجامع وضد الدول العراقيين، مواطن بيصلي شال المصحف يقول الوطن الله اطلع برا، الله نحن ما بنعرف. انت وقت ما بتعرف الله جاي هنا ليه؟ نحن ناس مسلمين. فكيف نسأل ربنا ينصر هذا الشعب المسلح وما يجينا منه الحاجه. هسه نحن ياسرونا في وضد الدول العراقيين قاعدين ياسرونا، ما في زول دق فينا الذخيره. في النهايه قالوا احنا الجيش، نحن وقفنا سلمنا، رفعونا جابونا فوق عدل، ما لقينا مننا المعامله، المويه ادونا شربنا. قالوا لنا لو تاكل هسه تاكل، لو انت هسه صالونا جعانين ولا شبعانين، منو جعانين هسه داريك بغدوك. يعني ما قالوا لنا ما لقينا معامله شيء، ما ادام السري ما عنده معامله، يعني ما شفنا بعيننا، ما في زول قال الكلام. لما تقبض عسير بيكون هناك انت تابع لابد وانت تابع وانت تابع، انت دريت انه نحن بنبكي له والعسير الكاكل لكن بيذكر عينك بتجري من الكلام ده، لانك انت اصلا والعرب وقاعد في منطقتك وما قادر تعمل حاجه للزول. وفي النهايه الناس اللي بيدقوا وبينهادوا كلهم معفشين، ما من كلهم نحاب وكلهم سكارى وعفس. ناس البنجو يشيلوه بيلفوه عندهم زي الزول اللي بيعمل له في يقولوا له في قصب ولا بيعمل له في حاجه، يعني حاجه كثيره. بنجو ليل على نهار اي حاجه. الناس لو جيت قلت لهم في مشكله عندنا تمشي تحلوها لك، بعد يسوقوا المشكله يحلوا لك المشكله، يجي يقول لك احنا دايرين كده تعبنا حق العساكر. انت وكيد اصلا بتحمي المواطن وجاي تعمل الموضوع تقول لنا مشكله تحل مشكله ليه؟ لو ضد واحد شاكل امه اول امبارح شاكل امه، يونس دعم السريع ساقوه ودوا الارتقاص زنقوه، ساقوه هناك. بعد ما ساقوه البيت جيت سالته قلت له احنا ما قاعدين هنا في قريتكم دي ليه ما وريتينا؟ ليه ما وريتينا انت يعني ما وريتينا ليه انه اللي حاصل كده في الغرقتين من الحله دي هنا؟ لو انا وريتكم بتفكوا اخوي ده. ساقوه هناك قلت له جاني اخوي المغرب قال لي يا اخي اخوي ده ساقوه الحاصل كده كده، قلت له اسمع كلامي، الناس مش ساقوه في النهايه حتحصل لحل الواحد.